وبركاته، واهلا بيكم في فيديو جديد. وقبل ما نبتدي الفيديو نصلي على النبي ونقول صلي وسلم وبارك عليه ونقول دعائنا الجميل: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. النهارده هنخش كده في الموضوع على طول. قبل ما نخش في الموضوع اللي ما تنسيش النهارده تعملي لنا لايك والاشتراك في القناه، تدوسي على الجرس وتفعلي الجرس وتعملي لنا كومنت حلو وتكتبي لنا كومنت حلو كده جميل زيك وتعملي لنا لايك علشان خاطر يوصلك كل جديد. النهارده هنخش كده على طول. النهارده انا جايبه سكالوب بانيه او جايبه بوفتيك. النهارده هنعمل بوفتيك. نخش كده على طول على يلا بقى دي، وهغسله كده واشطفه وهجيبه لكم تاني قدام. انا لسه جايباه والله يا جماعه، الاسكالوب ده لسه جايباه طازه من عند الجزار دلوقتي. بصوا طري وجميل وتحفه. بصوا جميل وتحفه وطري كده وناعم، ويعني مش عايزه اقول لكم حكايه. يلا دي نشتغل. دي نشتغل بقى ايه نوضب الاسكالوب بانيه. انا ما بحبوش يبقى حتت كبيره كده، فانا هعمل ايه؟ هقطعه حتت صغيره، يعني مثلا القطعه دي كده ممكن نقسمها على 2، يبقى حته كده مثلا حته اهي. بس القصه دي برضو كبيره، نقسمها على 2. كمان دي اهي نقسمها. دي مش محتاجه، دي برضو مش محتاجه، ودي مش محتاجه، ودي مش محتاجه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل التتبيله بتاعه الاسكالوب بانيه. هنعمل ايه؟ هنعمل التتبيله يا بنات بتاعه الاسكالوب بانيه. طب نشوف التتبيله ايه. تعالوا بصوا بقى انا جبت ايه. انا عايزه اظبط لكم الزاويه اهو. بصوا بقى هركن ده كده على جنب ونجيب التتبيله: بابريكا، كزبره، روزماري، ملح، فلفل، بصل باودر، ثوم باودر، خلطة بهارات لحمة، شطة، بهارات مشاوي، ودبس رمان. كل هذه الحاجات دي انا هركنها كده على جنب اهو عشان خاطر نبدأ نشوف هنعمل ايه. ماشي يلا. هنحط اول حاجة ده ايه ده، دي خلطة البهارات. هحط شوية خلطة بهارات اهي. هحط بصل، ثوم باودر، هحط بصل باودر، هحط فلفل،
اسود، احط ملح، هحط بابريكا، احط كزبرة، احط شوية بسيطة من المشاوي، يعني انا خلطة المشاوي احط منها حاجة بسيطة بتدي طعم حلو. شطة، مش هكتر قوي شطة، هنحط حاجة بسيطة. روزماري، حلوة قوي كده. وهنحط نقطتين زيت، انا واخده دور يا بنات. هنحط دبس رمان، نحط دبس رمان، ونبدأ. خلصنا كده كل حاجتنا اهي، هنركن الحاجات دي على جنب. يلا نركن الحاجات دي على جنب، وهنبدأ نضرب الخليط ده كويس قوي. شايفينه اهو، شايفين الخليط كده ضربناه حلو. وهحط بقى اسكالوب بانيه، احط القطع بتاعته، وهقعد بقى اتبل فيه، اقعد اتبل فيه التتبيله دي كده اهو لغايه لما يشرب التتبيله بتاعته. النهارده انا قلت هعمل اسكالوب بانيه وهعمل معاه مكرونه اسباجيتي. كده احنا تبلنا الاسكالوب بانيه، هنسيبه كده ونركنه على جنب، ونبدأ بقى نحط المكرونة. مية غلت عشان نحط المكرونة الاسباجيتي. عايزه اقول لكم يا بنات ان الواحد والله وهو بيصور الفيديو كانه حاسس، يعني كانه بيصور حمل تقيل على قلبه. والله العظيم يا بنات تحسي كانك حمل تقيل على قلبك بتصوريه، يعني مش بنفس السلاسه والسهوله اللي الواحد بيصور بيها كل مره. بيصور من غير نفس، معرفش في ايه بالظبط، معرفش ايه الحاله اللي في الواحد دي. عامه انا هعمل دلوقتي فاكرين الذرة اللي انا قلت لكم عليها؟ الذرة اللي انا جبتها دي، الذرة اللي انا جبتها وقلت لكم عليها في المشتريات بتاعتي. فانا هاخد الذرة دي دلوقتي اسلقها عشان هعمل بيها حاجة النهارده.
الذرة اهي كده اهو. نشغل عليها النار. انا مش عايزه كميه كبيره لان انا هستخدمها، مش يعني انا مش هعمل بيها اكله، يعني انا مش هستخدمها في اكله، يعني مش هعمل بيها اكله اساسيه، لكن انا هستخدمها في حاجه معينه، وهبقى اوريكم دلوقتي ايه الحاجه اللي انا هستخدمها فيها. تمام. ادي المكرونه بتغلي اهي، وادي الذره هتستوي دلوقتي، ونشوف هنكمل باقي حاجتنا ازاي. طبعا اهي المكرونه استوت، هصفيها لحظه. المكرونه اهي تمام. كده المكرونه بعد ما استوت هركنها على جنب. وهصفي بعد كده الذره خلاص استوت برضه، هصفيها. ادي الذره اهي، الذره اتصفت اهي يا جماعه اهي. الذره كده انا صفيتها. حط البصل اهي، وأبدأ أعمل كده. سيب البصلاية حمرها على النار اهي. اهو حطينا الصلصة وهنسيبها على النار تتسبك شوية. هنا يا بنات للأسف كنت بصور طريقة عمل الاسكالوباليت، يعني احنا وبنقليه كده اهو، وللأسف لقيت يعني انه الفيديو كنت بصور على الهوا، وانه الفيديو ما تصورش من اصله، فطبعا زعلت جدا. لكن اهو احنا كنا عملنا خلاص اسكالوباليت وطلعناه. و معلش انا كنت فاكره والله ان انا بصور، بس للاسف اتصدمت ان الفيديو اصلا يعني ما تصورش. يعني الفيديو اللقطه بتاعه طريقه تتبيل، يعني طريقه عمله وتقليه وكده، وللاسف اكتشفت انها هي ما تصورتش. والحمد لله على كل حال، اهو طلع البانيه الاسكالوب بانيه وكان زي الفل وزي القمر. وبصراحه يعني طعمه ما شاء الله تبارك الله. ودلوقتي انا فكرت اعمل
حاجة جديدة، قلت هعمل نوع سلطة على اساس ان يبقى تغيير. جبنا طماطم وطماطم وفلفل وجزر وخيار وبصل، وكمان الذرة اللي انتوا كنت انا سلقاها معاكم دلوقتي. هنبدأ يا بنات واحدة واحدة كده نقطع الطماطم ونقطع كأنك بتعملي سلطة الخضار العادية، السلطة الخضراء بتاعتك. وخليني اقول لكم هنا يا بنات انه انا يعني انا كل مره بقعد اتكلم واقول يا حبايبي لو سمحتوا يعني قولولي ايه الفيديوهات اللي هي ممكن تعجبكم، ايه نوع الفيديو اللي ممكن يروق عليكم كده وينول استحسانكم وينول رضاكم علشان انا اعمل فيه، وانتوا مش جابرين بخاطري حتى ولو بكومنتايه ظريفه لذيذه رقيقه صغيره تقولولي فيها انه مثلا احنا بنحب نوع الفيديوهات ده. ولكن برضو يعني انا حابة عشان خاطر والله يا جماعة، يعني احنا عايزين نوصل ل1000. احنا لحد دلوقتي ريتش القناة اولا المشاهدات بتقل جدا، مفيش مشاهدات. ثانيا يا جماعة يعني انا طب ماشي اوكي المشاهدات بتقل، طب نرفع حتى عدد المشتركين. يعني انا لسه عدد المشتركين واقف زي ما هو لعدد 65 مشترك، احنا المفروض عايزين نوصلهم ل1000 مشترك. يلا يا جماعة شدوا حيلكم، عايزين نوصل ل1000 في رمضان ان شاء الله اللي جاي، نكون قفلنا ال1000 مشترك ونكون فعلنا القناة. طبعا السلطة دي يا بنات ليها فوائد كبيرة جدا. يعني بص انتي حاطة فيها كذا نوع خضار، جزر بيقوي النظر زي ما بيقولوا، انتي حاطة فيها القوطة حديد، حاطة فيها الفلفل، حاطة فيها البصل، مفيد جدا لمرضى السكر في نسبة انسولين عالية، ومفيد جدا للشعر، مفيد لحاجات كتير، وحتى فيها الذرة. فطبعا يعني انا مش عايزه اقول لكم والله العظيم انا دقتها في طبق السلطه ده يعني في مطاعم بره. عايزه اقول لكم بيكلف، يعني طبق السلطه زي اللي انا عاملاه النهارده وهتشوفوا شكله كبير، ده بره بتحطيه 200 جنيه و250 جنيه و300 جنيه في مطاعم كبيره علشان تاكلي الطبق ده. انت بتعمليه في بيتك، يعني انت بتعمليه من الحاجات اللي موجوده عندك في بيتك. ف يعني شوفي انت بتوفري قد ايه عليكي وعلى بيتك وعلى ميزانيتك لو انت حبيتي تخرجي تاكلي بره. تمام. برضو في نقطة تانية كنت عايزة اقول لكم عليها برضو بنات، ما تنسوش يا بنات اختكم. والله العظيم انا محتاجة جدا لللايك بتاعكم، والله العظيم انا محتاجة الجرس اللي بتدوسي عليه وتفعليه وترني وتدوسي على الجرس عشان تشتركي في القناة يا بنات. اقسم بالله بجد يعني انا محتاجة اشتراككم في القناة، لان القناة يعني انا والله بنزل وبصور وبقف في المطبخ وبتعب وبعمل تصوير، ربنا يعلم انا اقسم بالله عندي مشكلة في الاعصاب، يعني انا عندي التهاب في الاعصاب، ومع ذلك والله بقف وباجي على نفسي وبقول لها يا بنت عشان القناة ما تقعش، عشان قناتك حرام انت سبتيها 3 سنين وما كملتيش فيها، حرام تسيبيها تاني. لا مش مشكلة، حتى لو العدد صغير العدد قليل، حتى لو مشاهدات لا كملي وخليكي مكملة، يمكن في يوم من الأيام ان شاء الله وبإذنك يا رب ان شاء الله وبيكم انتوا يا حبايبي يا صحابي يا اخواتي القناة يعلى الريتش بتاعها، يعلى حتى عدد المشتركين. فانا والله يا بنات بجد يعني والله فضلا وليس امرا، يعني انا اختكم وطالبه منكم يعني انكم انتوا تشتركوا في القناه، مش هتتعبي لو انت دوستي على الجرس وتطيبي خاطري وتراضيني عشان ربنا يعني ربنا يراضيكي، انت راضيتيني ربنا راضيكي، وجبرتي بخاطر ربنا هيجبر بخاطرك. فانا دلوقتي عملت وحطيت على فكره عايزه اقول لكم كمان عشان تبقوا عارفين، حطيت عليها رمان. يعني انا بعد ما عملت كل الخضار اللي انا عملته ده، الطماطم والخيار والفلفل والجزر، وحطيت الذرة كمان، حطيت عليها رمان يا بنات، عايزة اقول لكم رائعة رائعة. حلاوتها كمان لو حطيتي عليها يعني الرمان ده وحطيتي في الاخر نقطتين دبس رمان مع التوابل بقى اللي هتتبليها بيها، ملح وفلفل فلفلك بقى وكمونك وشطتك والتوابل الحلوة الجميلة، وحطي نقطة دبس رمان او نقطتين، تخيلي يبقى طعمها اقسم بالله حكايه بجد. انا عايزه اقول لكم الطبق ده انا اكلته بره في مكان وعجبني جدا 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 جدا، وقلت والله انا لما اروح البيت ان شاء الله انا هعمل طبق سلطه زي ده.
كمان في حاجة نقطة كمان يا بنات كنت عايزة اتكلم فيها معاكم. يعني عايزة اعرف برضو اللي عنده خلفية ومشترك في قنوات كبيرة يعني يقول لي، يعني هل مثلا يعني المشاهدات دي في حاجة بتتعمل مثلا في اليوتيوب تخليني اعلي المشاهدات؟ زي ما في ناس كانت بتقول طب ماشي كده، احنا خلاص عملنا الاكل اهو، ادي عملنا المكرونه السباكيتي اللي شفتوها من شويه، وادي الاسكالوب بانيه كنت خلصته وعملته وحمرته، وادي طبق السلطه الجميل التحفه اللي والله العظيم هتاكلوه وهتدعوا لي. والله يا بنات بجد انا عايزاكي تعملي الطبق ده وتدعي لي. المهم بقى صاحبتي رنت عليا قالت لي يلا بينا ننزل، فرنت عليا رحت بقى المكان وقعدنا شويه، ويا ريت تكون الاطفال الاستمر لحد اخر الفيديو عليك. يبقى كده بقولك الف الف شكر، وجزاك الله كل خير، والمشاهدات واللايك والاشتراك في القناه والكومنت الحلو، واشوفكم ان شاء الله بألف الف خير وسلامة، والسلام عليكم.